دي ميديوسا، ده حامية المقابر. الأساطير الرومانية كانت حامية المقابر بالوجه القبيح ده، جسم الثعبان ده، وهي اللي كانت شبيهة عندنا في مصر القديم بأنوبيس حامية المقابر، واللي هم كانوا بيقولوا عليها في الأسطورة ان هي كانت حامية المقابر، وان هي تقدر تحول حد الحجر لو دخل حاول يسرق المقابر. وده اللي انتوا بتقولوا عليه الرصد والقرف اللي احنا بنسمعه منكم ده. ميدوسا ده يا شباب هي من الشخصيات المشهورة جدا في الأساطير الإغريقية، وهي ربة الحكمة والثعابين، واللي هي كانت مشهورة بأن كل من ينظر إلى عينيها بيتحولوا لحجر. الرومان أخذوا الأسطورة دي وعملوها حامية المقابر مع تعديل بسيط في الوجه. جم الرومان واخدوا الاسطوره ديت واستغلوا شهرتها بان هي تقدر تحول اي حد الحجر، وقالوا ان دي حاميه المقابر، وان اي حد هينبش المقابر ميديوسا هتحوله الحجر. وهنا بقى هنرجع لحاجتين. السؤال اللي الناس بتساله هي ليه المقابر دي ما تمش نهبها في خلال فتره الناس ديت؟ ظهور موضوع اللعنه وموضوع الرصد. تحياتي لكم جميعا، انا احمد سفاري.